وياكم الهرم. اليوم مثل ما تعرفون ان الهرم وبروي دخلوا العالم التيك توك ودا ينظفون المنصه من الشغلات او الشوائب المو حلوه، الشغلات المسيئه، الشغلات الزباله. دا احاول على قدر الامكان ان ننظفها، لان العيون الحلوه اللي تشاهد هذا الفيديو تستاهل انه تنزل التيك توك وتشوف المقاطع بامان. قبل فتره بالبث المباشر دخلوا اصدقائي عائلتي من اليوتيوب على صافي، وصافي اجانا للبث المباشر وصار حوار بيني وبين هو هذا الطافي. الحوار ادى الى انه هو ابد ما مستهزئ بالايام او الذكر الدينيه اللي موجوده داخل العراق، وهاي اول لزمه كانت عليه بس مشيت الهياب هذاك الوقت. شوفوا بهذا الفيديو هسه. اولين قفل اغاني عيب وحرام، اليوم ذكرى استشهاد شهداء سبايكر، الله يرحمهم الله يرحمهم يا رب. فانت من تجي وتعلق اغاني عيب عليك. احنا ناس عندنا جمهور متابعينا، واليوم شهداء سبايكر الله يرحمهم. حسان ايش قايل؟ ليش تعلق اغاني؟ ما يصير لعبوا اسد. بثي وانا حربي زيكو، انت مالك على مثل ما شفتوا دا يدق ويرقص بذكرى استشهاد شهداء سبايكر الله يرحمهم يا رب. ارجو منكم ان تقرون لهم الفاتحه. وبعد فتره صار عندي خطا بالقناه ونزل الفيديو عندي مرتين، وبهذا الفيديو اللي نزل وصار بيه خطا مرتين نزل بالقناه حكيت بيه على صافي وعقيل اللي محتواهم عباره عن رقص. ومثل ما تعرفون صافي الطافي عنده 2500 مشاهد، ما ادري 3000 على اللايف مالته، والحقيقيين هم عباره عن 20 او 30 واحد. ومن خلال مراقبتي الى بث صافي الطافي شفت انه المشاهدين الحقيقيين مالته 30 او 20، والبقيه كل الناس تكرهه ما حد يطيقه. فاللي صار شنو؟ سوى هذا اللوتي ارتكب علي بالبث المباشر. انا ما راح احكي، راح اشوفكم المقاطع وراح احكي الحقائق واشوفكم انه هذا المشهور ايش قد يكذب. مو بس هو اللي وياه. هنا انا كان فاتح هذا اللي قدامكم بث مباشر وقالوا له انه بروي منزل عليك مقطع، وكان المقطع هو عباره عن الفيديو منزله مرتين، بس سبحان الله شاء القدر انه يشوف حقيقته امام العالم. ولد يفتح بث بالتيك توك. حاجة علينا. علي من؟ علينا انا وياك شو وقت؟ من الساعة. والله وين الفيديو؟ تخربيات يوم. هم لو مركزين شويه كان شافوا ان المقطع اللي منزله اني صار له فتره انه نازل وصار عندي خطا ونزل مرتين، بس للاسف انه رب العالمين عز وجل راد يشوفهم حقيقتهم. ثواني. قول اسمه مثنى منور حبيبي. منور. اخوان بس خلينا نخلص هاي الجولة كومنتات دقائق يا روحي يا قلبي ويا عمري. هذا الصوت ما ادري وين سامعه. لنحبه. ما تقدر تلزم نفسك صافي، اثقل شويه، انت زلمه، اثقل حبيبي اثقل. نصيحة، بما انه انت جسمك هيك عبارة عن سحلية، خلي قد هذا الفيديو منازله. بالنسبة الاثنين موجودين بالسوشيال هيك عبارة عن سحلية، ادخلي الجيم رتبي جسمك. هذول شوفوا هذول قدامكم بالنسبة الاثنين موجودين بالسوشيال ميديا العراقية اللي سووا طائفية ذاك اليوم. زين هذول سووا طائفية، انت اللي تسوي عقود، هذول سووا طائفية، شلون تخليهم؟ كذبت بشي انا شباب؟ كذبت بشي؟ موجوده هذيك البثوث المباشره مسجله. المشهور طول ما هو على السوشيال ميديا الكلمه الوحده تطلع من حلقه اللزم. اول شيء هذا ابو الفانيله جربوش. هو مين هذا؟ اني اسمي بروي، اني من بغداد، اني من الامين الثانيه ببغداد. عايش بتركيا. اي صحيح، بس الاصل انا عايش بامريكا وحاليا بتركيا، عندي اجراءات اخلصها وارجع. صحيح عافيه. هذا المقطع قبل ايش قد عقيل؟ قبل ساعة. حلو. دقيقة. اخوان ورد يا ولد ورد. شباب ترى انتم ما قاعدين مفاتحه، قاعدين بالتيك توك تجدون. ليش وجوهكم هيك انقلبت؟ لين شفتوا الحقيقه قدامكم؟ لو شايفين الفيديوهات القديمه شو تسوون؟ ليه؟ ورد يا ولد. بيا دقيقة الفيديو عقيل يعني بيا ثانية. صار له ساعة. اعرف. يقول له بيا دقيقه، يقول له صار له ساعه. لك بابا انا هيك جريت بوشكم لك واللحيه المن حاطها التيد، انا هيك جريت بوشك. عمي والله حلفي. عندكم ازبل اثنين موجودين بالسوشيال ميديا العراقيه اللي اوبا لا تلح. هذول سووا طايف. لك حق الرد ابو مسلم. ما تقدر.
شنو انا مكذب مرتكب عليك؟ الفيديوهات ذيك وانها اللايفات مالتكم ما الطائفيه، انا ما مرتكب عليكم، هاي حقيقه، ليش تنكروها؟ الفيديو انشر مرتين حتى حقيقتكم تبين، وانا كنت بوقتها ما قاصد انه انشره، بس سبحان الله انه خلاني انشر مره ثانيه حتى يشوفون حقيقتكم. وعلم هو ارد اعرفه مين هذا ليش. اني بروي من بغداد، من الامين الثانيه، على شارع القناه هناك. الولد عايش بتركيا. عافيه؟ عندك تواصل وياه؟ لا. لا صافي، بيناتنا خاص مال تيك توك، وبالاخير راح اشوف العالم الرساله اللي بينه وبينك. الولد عايش بتركيا. اي صحيح. ويروح ويجي للعراق. صح اللي بهاي ما أعرفه. اي ما كذبت، لا صحيح بهاي. واهله قال لي بالمدينه بهيك شيء. تكذب؟ ليش تكذب؟ انا ما قايل لك، وحق من انزل القران ما قايل لك، ليش تكذب؟ ليش ترتكب؟ ترى انا مو مثلكم هاي مال اسوي دعوه وما دعوه، لا بالعكس هذا كذبكم مبين قدام العالم. ما اعرف. تواصلت انا وياه قبل صحيح 5 ايام 6. صحيح. ردت الواتساب وما انطيتك الواتساب مالتي، لان الرقم مالتي خصوصي جدا، قلت لك عندك الانستغرام تقدر تتواصل وياي بي. لا قديم هذا الفيديو. لا جديد. قديم. ساعة واحدة وبقناة الرسمية منزلها. قديم. قالوا لك قديم، المفروض الطب وتشوف الفيديو اللي قبله. تمام صافي؟ تمام صفصوف؟ واو علي زين. عافية. زين هذا عقيل ليش وجهه انسحب جربوش؟ لعد لو يشوف الفيديوهات اللي راح تنزل بمرور الايام الجايه، ايش راح يسوي؟ لك حق الرد ابو مسلم. شيرد غير حقيقه هاي. هو اذا يروح ويجي للعراق يعني ترتيب حلو سهله. يقول شوف حتى ما تعرف تضم التهديد، وما عرفت تضم وجهك اللي صار احمر من شفته حقيقتكم. انت تدري ايش تقصد؟ سهله اشتك، ما تقدر تسوي شيء حبيبي، ترى هاي حقيقتكم، انتم دا تسوون طائفيه، انتم ناس يعني دا تمثلون وجه مجتمع، بس دا تمثلونه بصوره مو حلوه. ليش؟ واي تزعل؟ واي دونت بي شو اسمه، لا تصير صغير، واي تقبل الانتقاد، انا ما متجاوز عليك، منتقد المحتوى فقط. تمام صافي؟ تكبيس نص مليون هسه سهله. يا سهله، وصار لكم ساعه تباعون وتصفنون بالتليفون وتشوفون الفيديو، يا سهله. انتم لو مكلفين نفسكم شويه ورجعتوا لي ورا كان شفتوا المقطع قديم. توم حبيبي منور. منور. با وجهه شلون انسحب. ما ادري والله ما ادري. شنو على شنو صافن عقيل؟ لكن يجي يمي يصعق قيس، ترى تتعرف عليه قبل اشوفه. حتى تسوي سالفه شيفان، مو من قاعد تتجاوز وجاك ابو جنه قال لك ايش ولا كلمه، اسكت نزل شيفون نزله هيك، مو حتى تتجاوز براحتك، لان انا اعرف سوالفكم كلها، واعرف ماضيكم وتاريخكم وحاضركم ومستقبلكم، واللي يعرف المستقبل بس الله عز وجل، بس مستقبلكم معروف انتم على التيك توك. يعني تريد تحكي وياه انت؟ شو تريد تقول لي؟ احكي شو تريد تقول؟ وهذا مو اللي يبلغ على اللايفات وهاي؟ يس شباب، اللي ما يعرف خلي اقول لكم فد معلومه. شباب اللي ما يعرف، قمت اسوي حمله كلش كبيره بالفتره الاخيره على التيك توك، قمنا نسد البثوث المضره اللي ما بيها فايده للمجتمع، اللي ما حد يفيد بها المجتمع باي شيء وباي كلمه، فقط كبس، مو تدق وترقص وما تقدم اي محتوى، فقط دق ورقص. هو هذا هم محتوى وتاخذ مقابله دعم؟ لا، انا اللايفات هيك شكل او مال بنات كلها اسدها واقيدها واخلي العالم ما تشوفها، هذا مو قطع رزق، لا، هذا شيء اسمه تنظيف للسوشيال ميديا من وراكم. هسه انا اللي سمعتك واثنين قايمين علي دعوه بداخل العراق. لا خوفني، لا منهم قايم علي دعوه، لا شذي يا معود، لا قلبي صافي. اذا اثنين قايمين علي دعوه، ترى هذا الكذب مالتك كله كذب امام العالم، ده تكذب انت. المحامي مالتي بالعراق صافي، ما لحد رافع علي دعوه عوفها، هاي لين جريت وباش بالفيديو، تمام؟ عندي محامي بالعراق وجاب لي الاوراق كلها،
الي حق هسه ارفع عليك دعوه لان انت تكذب وترتكب عليه، بس انا ما اسويها. هاي السوالف مال اشتكي عليك وتشتكي عليها هاي مال زعاطيط. انت حاليا شهرت، وهذا الشيء ممنوع بالدستور العراقي انه انت تشهر، ولا انت شقار الدستور؟ تو وينك وين الدستور؟ انت بس تدق وترقص. ويعني الدعاوى مصوره. والقرآن كذبت. هيك جريت بوشكم. شوف انا كنت منطيك فرصه، انت الوحيد من دون المشاهير ممكن تقدم شيء براسه خير، بس طلعت كذاب وطلعت ما عندك مصداقيه وتسجل للعالم. شوف يعني مثلا انا لو منطيك الواتساب كان سجلت علي تمام، كان ارتكبت علي بشغلات انا ما مسويها، بس سبحان الله اللي خلاني ما انطيك الواتساب واعرف بيك واعرف ايش راح تسوي انت، لان تاريخكم انتم على التيك توك كله معروف، واحد يلزم مستند على الثاني. فسبحان الله اللي خلاني ما انه انطيك الواتساب مالتي بسبب سوالف كذا. تواصلت وياك هنا طلعتني من المدينه، طلعت اثنين قايمين علي دعوه. لك ليش تكذب؟ هسه انت واقع بهاي واقع شنو؟ لك ليش تكذب؟ انت هسه بنص هاي المشاكل مالتك واللويصات اللي مسويها قاعد تكذب. كمل. عقيل واي يو سيد شنو؟ ليش انت حزين عقيل؟ ليش؟ ما تستاهل. على والله ذا جاي مصعقيس حبيبي اللي يريدني يجي على اليوتيوب. دقيقه والله خلي ادز له وقف عقيل. والله العظيم ما دز لي كذاب. قدامكم بهذا الجهاز. ايوه زين. شوف هو قال هذا الجهاز. يلا جيب لنا رباعي وهسه سهله عليه. لا مو سهل عليكم، بسبب سوالفك وبسبب الحكي اللي حكيته انت هسه والكذب اللي ارتكبت عليه راح يصير الكابوس مالتك على التيك توك انت وعقيل. خلينا نشوف شنو الترتيب. شوفوا هنا الفيديو راح يكون امامكم مغوش، زيكو والطافي وعقيل كل واحد جايب جاهل صغير يمه وقاعد يستعرضون بيهم بالبثوث ويحكون حكي ما ادري شلون، يعني ما يليق بيهم هم وعندهم استغلال للفئه العمريه اللي وياهم هذول الصغار، شغله مو طبيعيه. يعني انتم تخيلوا اكو فيديو راح اشوفكم اياه العقيل هذا وقيسوا سمعوا شمعة من بالبث المباشر وبكتها ما ادري يا ناس زينين يا ناس طيبين طيروا له البث المباشر لان كانوا يا طفل. اللهم ربي يجزيهم خير طيروا له البث من كانوا وياه هذا الصغير. سمعوا حفاطات واهلي حوامل. اي الحماول عليهن التورة وسنين. هاي باش يعلمون الاطفال، باش يعلموهم عليهن التورة وسنين. هذا الطفل، وهل الطفل تليق به هاي المفردات والكلمات؟ عم شاجر الالعاب فدوا روح لكم، يعني هسه قاعد تصور رجل ابوكم تصورونه هو جاي يبكي. هسه قاعد تصور رجل ابوكم رجل نيمار هسه غير قصه بدون عين غير بيها مرض، يعني هسه فوق ما تدعوا له تصورونه هو جاي يبكي. خلي هم يقصوها مثل قذله وتطلع ان شاء الله بك الله، يعني مو بعيده عند ربك ان شاء الله. كوميديا انا حضرت جنابك. شوف هم تافهين واتفه منهم ماكو، وذولاك زباله شاجور الزباله ذولاك، بس انت هم محتواك ترى حيل تافه بالمناسبه. يعني لا يغرك انه العالم ده تضحك لك 50 واحد 60 واحد بالبث والبقيه ترى كلهم ما يطيقونك ولا يطيقون السوالف اللي تسويها ولا الطفل المستغله انت. وقبل ما انهي الحلقه مالتي جاني فيديو على الخاص من نور مدريد، تحياتي نور مدريد. اكو شخص معين مثل ما تعرفون اشتهر بسوالف الطائفيه على مواقع التواصل الاجتماعي ويطلع يقول انا سويت وانتم تقطعون برزقي، وبالاضافه محتواه الثاني الجديد باللايفات قايم يستغل طفل صغير ويخليه يقول كلمات مثل ما شفتوا بالفيديو قبل شويه. ما اطول عليكم خلينا نشوف الفيديو ونعلق. اكو واحد باليوتيوب اسمه براي، هذا جاي شو يسوي؟ جاي يسوي ذنب ويحملكم انتم الذنب. ليش الذنب؟ ليش نسوي ذنب واحمل الناس الذنب؟ الذنب انه اخليهم يحاربون واحد يسوي طائفيه مثلك، يدق ويرقص، يستغل طفل بالبث المباشر، هذا ذنب؟ الذنب انه احنا نوحد عراقنا ونخلي واحد وتجي انت بالبثوث مالتك تفرقه؟ الذنب انه انا من نحاربك لان نطلع طفل وتستغله حتى لو الطفل محتاج، بس مو هيك تستغله بكلمات مثل ما شفت قبل شويه. انتوا ما سامعين هاي الكلمه؟ انتوا اذا ما قارينها سامعينها. قطع الاعناق ولا قطع الارزاق. يعني تعرف بالدين زين، انت تعرف من يفرق بين صفوف المسلمين، هذا يعني ما اريد اقول لك شنو، بس روح اقرا وشوف شنو، وانت احد هذول الاشخاص، والبثوث المباشره مالتك مسجله، واللي يريد يعرف شنو اقصد اني يرجع للمقطع اللي قبل هذا الفيديو وين راح يعرف شو اقصد اني. طلع متدين. انتم منتجون
من يقول لكم روح سووا فلان شغله، يلا روحوا بلغوا على هذا، روحوا بلغوا. لا ما يحتاج اقول لهم، ما يحتاج اقول لهم، هم الناس ملوا من عندكم، ملوا من سوالفكم، انا بدون ما اقول لهم هم جو ساندوني بهاي الحمله اللي هي ضدكم وضد محتواكم التافه. على هذا هو مو احسن من الحكومه. هذا برايي. قالوا له انت منزل على اثناء ما دا يحكي هنا طار البث المباشر مالته. خلي اقول لك شغله، هي مو موضوع شخص انا وياك، بالعكس انت كانسان لا ما عندي اي خلاف وياك، بس محتواك ضد المحتوى اللي ما يناسب المجتمع العراقي. واما بالنسبه لموضوع الحكومه بالايام الجايه راح تبين المحتويات مالتكم. اصبر على خبزتك حتى ما تاكل هاجين، اذا انت تفتهم راح تعرف شنو اقصد. فدوة ولك انت تتعاطى خرا. كوميديين بالبثوث المباشره. هاي رساله لكم، الاطفال لا تستغلوها، وانا بالايام الجايه راح اكون الكابوس اللي موجود عليكم وعلى البثوث مالتكم، وبالايام الجايه راح اصير الكابوس مالتهم وراح اعلمهم شلون يكذبون. وبالاخص انت صافي، وهاي الصوره شوفوها قدامكم، هاي فقط التواصل مالتي اللي صار بيني وبين صافي. راح تبقى مخزونه بالسناب ان شاء الله بالايام الجايه، من نوصل مليون نطلع هاي الصوره على السناب. وبالمحكمه من يدخلون نقول لهم والله هذا يحكي علينا لان احنا نحكي بالطائفيه، ومن يسالوكم سبب الدعوه شنو هو، والله احنا محتوانا دق ورقص ونسوي طائفيه وجا شخص انتقدنا. لا تنسون اللايك الاشتراك. مع السلامه، خليكم حذرين.